السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل الكبسه السعودي على اصولها. هنا جبت معلقه سمنه عليها حبه زيت وبصلايه مبشوره، نزلت بالبصلايه هديها تشويحه لحد ما تدبل معايا. وبعدين هنزل هنا بورق اللوري وحبهان، وعندي هنا لومي ليمون مجفف. ونزلت بمعلقه قرفه وحبه كمون وفلفل اسمر، وهقلب تقليبه كده شويه تشويحه خفيفه. وبعدين هنزل بقى بدي بفراخ انا جايباها ومقطعاها، طبعا منضفاها وغسلها كويس والكلام ده كله يعني. نزلت عليها بالفراخ كده وهديها تشويحه بسيطه كده. وبعدين هنزل عليها بحبه شطه وكمون وكركم، وهدي للفراخ تشويحه تاني. المهم بقى هفضل اشوح في الفراخ كده لحد ما اشم ريحه البهارات طالعه عليا كده. بعدين هنزل عليها بقى بطماطمايه متقطعه مكعبات صغيره، وفلفل اخضر برضو متقطع مكعبات صغيره. وهدي بقى هدي تشويحه كمان، دي بقى بهارات كبسه. هنزل بقى انزلي بقى زي ما انت بتحبي البهارات كتيره زودي، بتحبي زي ما انت عايزه بقى. انا هنا نزلت بمعلقتين بهارات كبار وحطيت عليهم، وبعد كده حطيت فصين توم، وهنزل بمعلقتين صلصه. وهدي بقى للكلام ده كله تشويحه حلوه كده. انا عايزه الفراخ تتشوح وتشرب من طعم البهارات، عايزه البهارات تخش جوه الفراخ جامد يعني. المهم هدي الفراخ تشويحه، وهنا كنت غاليه ميه. بعد ما الفراخ اتشوحت هنزل عليها بالميه السخنه بتاعتي، وهسيبها بقى تستوي مع نفسها، ازودها شويه ملح وهسيبها. هنا بقى كانت الفراخ خلاص استوت، هطلعها بقى على جنب. المهم لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك لقناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. ده بقى رز بسمتي، كوبايتين رز بسمتي كنت غسلاهم ونقعاهم صفيتهم. بعد كده نزلت عليهم بالشوربه بتاعتي بقى، وهسيبها بقى تستوي مع نفسها خالص. هنا بقى هنعمل بقى طبعا الكبسة ما تنفعش من غير سلطة الدقوس. هنا هجيب بقى طماطميتين او 3 كبار، واحط عليهم فلفل حراق، طبعا لازم فلفل حراق، لازم تبقى مشطشطة جامد. وحطيت برضو قرن فلفل كوبي ومعلقتين توم كبار. و... ونزلت عليهم بقى بمعلقتين بهارات كبسة وملح وكمون وفلفل اسمر وحبة بابريكا. وعندي هنا نعناع مجفف، نزلت برضو بمعلقة صغيرة نعناع مجفف، وده بقدونس قطعته كده وحطيته عليه. المهم وهضرب بقى هنا ده كانت حبة خل، وحطيت برضو حبة زيت، وهضرب بقى المكونات دي كلها في الخلاط، وكده تبقى سلطة الدقوس جاهزة معانا. دي بقى الفراخ بتاعتي انا طلعتها هنا، حطيت معلقة كاتشب على معلقة صلصة، على حبة زيت وحبة ملح، وقلبتهم كويس وعملت بيهم الفراخ ودخلتهم الفرن. هنا بقى بعد ما الكبسة خلصت طعمها واو.